كل أسرار كفتة الرز وإزاي كمان تخزنيها لأطول فترة ممكنة ب3 طرق. وكمان هنعمل الملوخية الناشفة، هنحولها لملوخية خضراء بخطوة بسيطة جدا جدا. تابعوا معانا الفيديو وإن شاء الله فطور النهاردة يعجبكم. زي شايفة الملوخية بقت عاملة إزاي، كأنها خضراء مع إن الملوخية دي ناشفة. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. كل عام وأنتم بخير. ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. يا ترى رمضان عامل ايه معاكم؟ زي ما معانا كده. يا ربنا يعيدها عليكم الخير والنصر يا رب. هنعمل ان شاء الله مع بعض كفتة رز حلوة قوي. معانا رز اهوت طحناه لسه هنكمل. معانا الرز ده بقى بنغسله، ممكن تغسليه بالليل وتعمليه الصبح، ممكن تغسليه وتحطيه في المصفى وتحطيه في الشمس، وبعدين تجيبي تحطيه على خلقة يقوم ينشف بقى. ما ينشف كده لازم يبقى ناشف كده اهو، عشان ما يخليهاش. تعمليه على كبة، تعمليه على عند حد يكون بيعمل حاجة. في بيبقى الجزار نفسه بيعمل لك الكفتة وتريحي دماغك. بس تغسلي الرز وتنشفيه حلو قوي قوي قوي. اهم حاجة يعني اللي بيظبطها تنشيف الرز. لو في ميه بتسيح تنشفيه ما تفكش ابدا. الناس اللي بتشتكي ان الكفتة بتسيح معاها بتبقى الرز الغلطة مبلول. من بلان الرز ده لازم يبقى ناشف. احنا بقى كان معانا لحمة مفرومة وفي الفريزر نص كيلو. ده نص كيلو لحمة مفرومة، كنا فرمينه وحطينه في التلاجة. بس برضو تصفيه من المية. اهم حاجة رخر المية كله فك الا ده اللي فيها مية ده. لا من الاخر مكونات بقى بردك ده كان في الفريزر برضو اهو. شبت وبقدونس. معصور بعيد المصفى. المفروض طبعا تحطي فريش احسن حاجة، ننزل نجيب أأمن وأضمن. ده حب كرفس عشان ما فيش اي خضرة. هي ما بتحبش الخضرة كتير لان الخضرة كتير بتسيبها. أيوة. أهم حاجة في الكفتة ديت إن الحاجات تكون ناشفة، والثوم أكتر حاجة بيبقى حلو فيها. بصل، بصلاية واحدة بس. كتريش على نص كيلو، يعني كل نص كيلو لحمة تحطي عليه بصلاية صغيرة. رفيع. الواحد يعني يتجنب اللي بيفكيه، علشان لو اديتيها غلوتين 3 كده في التخديعة ولا حاجة متسيبش، عشان ناس كتيرة بتشتكي انها بتفك منه. هي السر الوحيد في البلل. هنا توم برضه اهوت. هي بتحب التوم صراحة. نحطه هنا في الكبة، نحطه الأول كمون على فلفل. ده برضه كمون وفلفل وملح، يعني حوالي نص معلقة صغيرة ملح، حسب الملح ده بقى بيبقى اختياري يعني. ده كزبرة ناشفة مطحونة. يعني بهاراتها كلها ملح وفلفل اسمر وكمون بس وكزبرة. جميل، تخليها جميلة. انا والشفا اللي انا اقولكوا يا رب. نجيب بقى ايه رز نروح ضايفين عليه الحاجة دي. نص كيلو اللحمة دي من كيلو الا ربع لنص كيلو رز. الرز ده يعني زي ما انت بتحب. في ناس بتحب رزها كتير وناس بتحب اللحمة باينة كتير. يا تحطي لحمة قد الرز يا تزودي الرز شوية. هنا بقى الايه لموضوع ايدنا. اهم حاجة الايد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قلبناها في بعضها. جميلة مظبوطة اهي. عسل. لسه هتتاخد مرة كمان. هناخدها وش كمان على الكب. اللي مش خضرة قوي يا جماعة عشان الخضرة في الفريزر كلها تلج. لو انا حطيتها هتسيح. واحنا بقى ما فيش. هي كده حلوة والله. هتطلع لونها حلو ان شاء الله. اما تتضرب في الكبة هيبان اللون الاخضر ده وهيبقى لونها كويس.
خلي بالك الخضرة قوي بتسود لما تتحمر. ريحة حلوة. هي المقادير كده مظبوط. بتاع ده جميل اوي في طحنها، يعني الكبة دي جميل. احنا كنا بنتعب اوي. كنا بنتعب في اللي زي ده قوي. اللي هي المطحنة بتاعت انما دي الخلاط. الكبة دي ما شاء الله يعني تستاهل. بتعمل البصل والثوم كل حاجة اهي. ده نص لحمة وعليها ايه يجي كيلو الا ربع رز. ما شاء الله. ده ايه جميلة والله. كفيكي يعني حبة طبختين تلاتة. لو عيلة كبيرة هتبقى حلوة. لو عيلة صغيرة هتتعمل مرتين. وفي ناس بيعملوا معاها بطاطس. هنحطها حبة في التلاجة بقى ان شاء الله. هنحطها حبة في التلاجة ونصبحها مع بعض. حطيها في التلاجة ليه؟ عشان تنشد. لما تلم مع روحها كده على ما اي معانا صلصة كنا عاملينها جميلة اهي. معلقتين كبار صلصة ومع نص كيلو طماطم. نعمل الصوص بقى بتاعت الكفتة. متبقاش حلوة ولا بالثوم طبعا. معلقتين كبار كده ثوم مهروس. فلفل وكمون وملح. لا فلفل وكمون. ده فلفل وكمون بس. لسه الملح بقى. استناها في التلاجة حبة نشفت شوية لما تروح. معانا بقى حبة زيت. نعمل لنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوابع بقى زي ما انت عايزة، كبيرة صغيرة زي ما انت عايزين. سهلة وبسيطة وجميلة وريحتها حلوة. مبروكة صراحة. اقتصادية. اقتصادية والله. بس طعمها جميل كمان. ازاي بقى تفرزيها او تحتفظي بيها لاطول فترة ممكنة؟ ممكن تقعد سنة كمان في الفريزر. عندك 3 طرق. اما ان انت تحفظيها عجينة زي ما هي كده، تحطيها في اكياس بعد ما تتعجن قبل ما تتصبع. يعني لو عايزه تعملي كميه كبيره مثلا تروح عند الجزار تعملي كميه كبيره وتيجي تقطعيها في اكياس كده. عادي بتقعد فتره طويله جدا. بتطلعيها تفك وبعد كده تصبعيها وتحمريها. او ان انت الطريقه التانية ان انت ممكن تحمريها، يعني تقطعيها وتحمريها وتصبعيها وتحمريها وبعد كده برضو تقسميها بعد ما تبرد خالص، تقسميها في اكياس وتحطيها في الفريزر. لما بتيجي تطبخيها بتطلعيها على طول، ما تسيبهاش بقى تفك، بتطلعيها على طول وتحطيها في الشوربه المغليه اللي هي بيبقى الطماطم. مسبكين طماطم كويس قوي، لما تتسبك بنضيف عليها ميه شوربه بتغلي، نروح حاطين على طول الصوابع اللي احنا قالينها. او الطريقه الثالثه زي ما هعمل لك كده، بعد ما صبعناها بنعينها صوابع نية وفي طبق زي ده كده، وبنحط بين كل طبق او طبقة بلاستيك. ده كيس بتاع تلاجة وقطعته واخدت كل منه طبقات كده لحد لما تخلصي الكمية بتاعتك وتعمليها كلها. بتحتفظي بيها بقى في الفريزر، بتفضل لمدة سنة مفيش اي مشكلة خالص. دي بقى لما بنطلعها وهي سخنة زي ما هي كده، بنحمرها على طول وهي ساقعة، يعني هي بتبقى مجمدة. ما تستنيهاش برضو تفك، بتطلعيها وتنزليها في الزيت المغلي على طول وتحمريها. في دول 3 طرق لان انت تحتفظي بالكفتة لمدة سنة. هنا بقى الصلصة اللي احنا هنعملها وننزل فيها الكفتة، ممكن تخليها تقيلة، تخليها زي ما انت شايفة كده متوسطة او خفيفة، دي حاجة ترجع لك. ده عبارة عن طماطم او عصير طماطم مع توم
وبقى بيغلي كويس. بعد كده بنضيف عليه شويه ميه او شوربه. لازم تبقى متحمره من جميع الجهات كده. دي الكفته دي بلحمه عجالي. لحمه عجالي على فكره. عشان كده هتلاقي لونها احمر فاتح. وكمان لما نحطها مش هتاخد وقت. انما الجملي بتاخد وقت. لو تعملي اللحمه جملي بتاخد وقت جامد. اه دي التحمير بتبقى جميله قوي برضه الحمرا بس العجالي دي. عليها مثلا انا ملوخيه هعمل جنبها حبه ملوخيه ناشفين بتبقى طعمه كده وحلوه. دي ملوخيه احنا مخزنينها. شوف خضره ازاي، بقينا في اخر السنه خضره ازاي. وكنا عاملين الفيديو بتاعها موجود على القناه. لو عايزاه قولي وانا كنت هحط لك الرابط بتاعه. ودلوقتي شوفها بقى مع الطبخ هتبقى جميله. ده بقى معانا الملوخيه الناشفه هي الجميله دي. نعملها ايه؟ لو هي خشنه ممكن تدقها في القنا او في الكب. حلوه كده. ده شيلي الخشن بتاعها. احنا بنسيبها الخشن ده عشان بيحفظها ويخليها ريحه حلوه. انما لو عملتها ناعمه وعملتها تيجي بس ريحه حته جميله. لا ريحتها راحت. عملي بقى على قد هي بتزيد. دول كده. هما دول كلهم هنعملهم. عايزاها بقى تبقى يعني هي ناشفه تخليها لون الخضره بالظبط. تعالى نشوف هنعملها ازاي. شوربه سخنه تغلي. بعد ما غلت هنحط فيها الملوخيه الناشفه دي ونركنها شويه. هتبص تلاقيها بقت خضرة لون الخضرة بالظبط. ده الطريقة اللي بتخليها خضرة زي الخضرة بالظبط. بص شوف عملت خضرة ازاي. تدي اللون. حطها في مية في شوربة مغلية الأول قبل ما تطبخ يعني. هنركنها بقى لما نجهز لها تبقى ايه حلوة ان شاء الله. الضرب ما هنعمل عشان ما يبقاش كتيرة تبوظ. يعني هاي كوبايتين كبار شوية. ما تغلب التوم ده بقى المية ديت نعمل فيها. نسبة التوم نسيبه يغلي كويس لحد ما يستوي. نخليه يغلي ليه التوم عشان بيطلع الريحة اللي هي تحت الحمام. حبات طماطم بقى بتخليها حنطة كده وجميلة. طعمها جميل قوي. نبشرها. في ناس يعني ممكن تقسميها نصين وتحطيها، انما لا كده تديها طعم حلو. ممكن بقى تخرطي بصله صغيره كده وتحطيها. اللي عايز بيحب بتدي طعم سكاره ما حصلش. بصل. بس طبعا بالنسبه لنا احنا الفطار خلاص المغرب هيأذن فمش هنلحق نحطها لانها بتحتاج وقت تستوي. نحطها الشوربه تستوي شويه كده. بقى نجيب الملوخيه نحطها. دي اللون اللي كانت الاول. ولا التليفون مش مطلع لون الخضار. الصوره مغيره مش مطلع. بسم الله. اللي انت عاوزاه السمك اللي انت عاوزاها اسمنه شويه او شوربه كده جميله. لو جت مننا يعني ايه سايبه كده شويه خفيفه هنعمل ايه عشان يبقاش دي لون ودي لون. لما نحط نشف نروح جايين حاطين معلقتين من هنا كده حاطينهم حبه وننزلهم تاني نفس اللون كده. بقى لما بتغلي بتتخن برضه. متغطاش عليها عشان ما تفصلش. فيها كلكعه ولا حاجه ده بيفكها. جميل ازاي. هنسيبها بقى تاخد غلوتين كده من غير ما نغطي.
التوم بقى اللي بتخلي ريحتها جميلة، وعسل عسل بقى اللي ريحتها. معلقتين توم، معلقة زبدة، اه ونشوح. اي دهن، اي حاجة عندك، دهن اي حاجة. بقى الطماطم بتاعها. غطيها بس دقيقة واحدة وبعد كده خلاص. عسل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسقطها قبل الفطار ما يجيش ربع ساعة، دي حاجة اللي مش جاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلوتين اتنين وهندفع عليها. ايه رأيكم يا جماعة بقى فطرنا؟ يا ريت والله تيجي تفطروا معانا. الفطار ده يعني يتقل على ذوقكم كده، حاجة حلوة. ايه رأيكم الكفتة بتاعتي والرز والملوخية؟ شوفوا احطيه خضرة زي دي، ناشفة والله، ولون الخضرة بالظبط. لازم بتاع الكرنب ده مفيد يعني، جميل. زي ملوخيتنا جميلة زي هي، والخضرة واحدة زي الخضرة، بس جميلة زي. كل سنة وانتم طيبين، يا ريت تيجي تفطروا معانا والله. قلبي كده قلبتين عشان اه الإضاءة. جميل. الإضاءة بس اللي كانت مش مظبوطة، اه خضرة